هلا هلا، صباحكم زي الفل من اسماعيلية. تعالوا نقضي يوم قمر زيكم. الولاية اتأسست رسميا في عهد سعيد باشا، وتم وضع حجر الأساس ليها في سنة 1862، وسميت بمدينة التمساح لأنها بتقع شمال بحيرة التمساح. سنة 1863 شركة قناة السويس عملوا حفلة كبيرة وأطلقوا اسم الإسماعيلية على المدينة نسبة إلى الخديوي إسماعيل. وانت ماشي في إسماعيلية هتلاقي ثقافات كتير مختلفة، وده كان الحي الفرنسي اللي قالوا عليه الحي الفرنجي، مليان فيلل بشكل وطراز مختلف عن أي وقت تاني، هتحس إنك مش في مصر. ما انت ماشي في إسماعيلية هتلاقي جناين وأشجار وورد في كل مكان بيخلي هواها نقي دايما، عشان كده الناس من كل المحافظات التانية بتحب تزورها في فصل الربيع وفي الأعياد كمان. إسماعيلية فيها أهم معالم مصر، ومنها شركة قناة السويس العالمية للملاحة، ومتحف الآثار، وده فيه مجموعة كبيرة من الآثار الفرعونية والقبطية الرومانية والإسلامية كمان. فيها آثار فرعونية كتير في تل بسطة وتل المسخوطة وحصن سكوت وقلعة ثور ووادي الطميلات وتل دنا والرطابي والتل الكبير. وعدد سكان إسماعيلية حوالي 1.5 مليون نسمة. ليها تاريخ قوي جدا، وبدأ بأنه مشي على أرضها أنبياء الله زي سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وسيدنا موسى عليهم السلام. تشرفت إسماعيلية برحلة العائلة المقدسة، وبعد كده دخلها الإسلام مع الفاتح العربي لمصر على يد عمرو بن العاص. إسماعيلية وشعبها ليهم دور في مواجهة الاحتلال البريطاني. تحتفل إسماعيلية بعيدها القومي يوم 25 يناير من كل عام، ده لذكرى صمود قوات الشرطة المصرية ضد القوات البريطانية عام 1952. انتوا تعرفوا ان اسماعيلية اتسمت بكذا اسم قبل اسمها ده، زي مثلا ان هم اطلقوا عليها براتون في عصر ما قبل الأسرات، اسم هيربوليس في العصر البطلمي أي مدينة المخازن، إن كانت حصن ومركز تجاري لتبادل المنتجات مع الهند وأوروبا. أيضا اسم بيتوم في العصر الروماني أي مدينة الإله المصري، وكان فيها معبد الإله أتون في المدينة، ده كان سبب الاهتمام بيها. عاش في إسماعيلية جنسيات كتير مختلفة زي اليونانيين والفرنسيين والبريطانيين كمان. ومن الأنشطة اللي ممكن تمارسها في إسماعيلية زي صيد السمك في بحيرة التمساح والبحيرات المرة وفايد وابو سلطان والفنار، ورياضات مائية كتير زي ركوب اللانش واليخوت والبدالات والسباحة. وهنا كنا بناخد لفة في طريق البلاجات، وكنا بنشوف البلد بعينينا وبنصور لكم مكان مكان. دي كانت 25 يناير، وكمان هنشوف احلى فيو للبحر، ان انتوا ممكن تقعدوا على الفيو الخطير ده، واحلى قعده ببلاش من غير ولا مليم. ممكن تطلب كوبايه شاي او قهوه او اي حاجه ساقعه من اللي موجودين، او تاخد حاجتك معاك كمان. عايزه اقول لكم لو انتوا عايزين تعملوا احلى شوبينج فهو في شارع مصر وشارع سعد زغلول والسلطان حسين. عايزه اقول لكم من المشاهير واعلام اسماعيليه عثمان احمد عثمان وعبد المنعم عماره. انا نعيمه عايكي وفتحيه كاريوكا ورجاء الجداوي وفادي عبد الغني ووليد سعد. نبدأ جولتنا من عند المركير، ويا رب يعجبكم. هفسحكم بإسماعيلية كلها، سواء أماكن خروجات سواء مطاعم سواء أماكن حلوة وخروجات ببلاش. يلا بينا. عايزه اقول لكم ان احسن الاماكن اللي تروحوها هناك نمره 6 طريق البلاجات، وكمان تروح تاخد بصه على الحي الفرنسي اللي بيقولوا عليه دلوقتي الحي الفرنجي. مش عايزه اقول لكم ان المكان تحفه وجنان في كل حته. جنان بختكم بجد يا اهل اسماعيليه. عايزه اقول لكم ان مجرد ما تدخلوا فندق المركير مش هتزهقوا من كتر الصور الجميله، ده غير الفيو التحفه اللي انتوا بتشوفوه، خضره وشجر ونخل وبحر، بجد كل حاجه فوق الروعه. عايزه اقول لكم ان مصر فيها اماكن حلوه كتير. هو انتوا كنتوا تعرفوا ان الفيو ده في اسماعيليه؟ لو كنتوا عايزين تغيروا جو وتطلعوا كل النيجاتيف باور تعملوا مديتيشن، فاسماعيليه قريبه جدا منكم، سواء القاهره ولا شرقيه او اي مكان قريب من اسماعيليه، هي اختيار كويس جدا، سواء جوها سواء الزرع والجناين المناظر الجميله دي او البحر او كمان اكلها، لان اكلها حلو قوي يا جماعه. فندق المركير مش بس فيه اقامه، ده كمان فيه كافيه ومطعم يجننوا يا جماعه على الفيو التحفه ده. ممكن تفطروا الصبح كمان، او ممكن تاخدوا الغدا بتاعكم على الفيو التحفه ده، او فنجان قهوه او شاي. مش بس كده، انتوا كمان ممكن تاخدوا مايوهاتكم وتعملوا فيه ديوز يجنن، يدوكم على حجز ازازه ميه وساندويتش وكمان درينك. ارشح لكم مكان تاني هو فندق تيوليب لو عايزين برضو تعملوا ديوز، وطبعا متاح لكم استخدام البحر والبول. حقيقي المكانين احلى من بعض، ارشحه لكم تعملوا فيه سيشن فرحكم، او لو عايزين تاخدوا صور حلوه لنفسكم للذكر. اسماعيليه دايما بتبهرني بجوها وشمسها الحلو. وبرضه من الأماكن الحلوة قوي اللي جربتها كافيه اسمه 66 على طريق البلاجات.
عايزه اقول لكم ان تقدروا تشوفوا الغروب من هناك، والقعده قدام البحر تجنن يا جماعه. كمان اوقاته بيعملوا حفلات بالليل. عايزه اقول لكم ان في شواطئ كتير غير المركير والتوليب تقضوا فيهم ديوز، زي مثلا شاطئ الفيروز والاسره وعصمصون، شاطئ الدنفاق كمان. واغلب الشواطئ دي اسعارها معقوله. انا مش فاكره بس كان اخر مره جربت حاجه فيهم كان ب 30 جنيه من كام سنه، ممكن تبقى سعرها 50 جنيه او في الحدود دي. ممكن تنزلوا بيهم البحر وكل حاجه فيها. وايه الحاجات اللي ممكن نعملها غير البلبطه في اسماعيليه؟ احنا رحنا خدنا لانش من طريق البلاجات وخدنا لفه في البحر، بجد كانت تحفه يا جماعه. وعايزين تعرفوا تحجزوا ازاي؟ سيبولي كومنت وهسيب لكم كل التفاصيل. اللانش ده كان اسمه ذهبية، اسألوا عليه أول ما توصلوا طريق البلاجات، بجد كان تحفة. كمان الجولة هتحبوها جدا جدا، أنصحكم وأرشحها لكم بشدة. وطبعا بعد الفرهدة دي كلها جوعنا جدا، وطبعا إسماعيلية يعني سمك وسي فود، واحنا حابين نكتشف أماكن تانية غير المطاعم المعروفة اللي دايما بيقولوا لنا عليها. وده مطعم اسمه المدينة المنورة. عايزة أقول لكم إن رحنا هناك صدفة، بس كانت أحلى صدفة لأن عندهم كابوريا مبطرخة، جندوفلي، ألذ جمبري دقته في حياتي. لو عايزين مطعم أكله حلوة قوي وسعره معقول ارشحها لكم جدا. والكافيهات برضو اللي قالوا لنا عليها حلوه، كافيه امبريلا والفنار وسيلانترو بيكونوا في طريق البلاجات. عايزه اقول لكم ان من المطاعم الحلوه كمان وديكورها يجنن وشيك قوي، تحس انه قطع مليونين. مطعم الفنار ما هو مش كافيه بس يا جماعه. ومن المطاعم الحلوه قوي برضو هناك مطعم الصلاه على النبي وابو علي. ولو عايز مطاعم حلوه برضو سعرها معقول غير المدينه المنوره، مطعم اسمه مسعد القماش. وكمان لو صاحب مزاج قوي ممكن تنزل على سوق السمك هناك، ممكن تجيب اللي انت عايزه تشوي وتقلي بقى عندهم، وبيدوك عيش ورز كمان، وبيبقى كده فل قوي. كل حاجه قريبه من بعض مش بعيده يا جماعه. عايزه اقول لكم برضو ان من الحاجات اللي ممكن تعملوها هناك ورخيصه جدا انكم تركبوا يخت من طريق البلاجات. اليخت ده كان اسمه ذهبيه، وكان نظيف جدا وامان جدا، وعجبني فيه ان هما بيمنعوا التصوير من الموبايلات عشان خصوصيه الناس ويحافظوا على فرحتهم. عايزه اقول لكم ان في ناس قالت لي بلاش تنزلي اليخت وهيكون شعبي وكده، بجد انبسطت فيه جدا وانصحكم لو رحتوا تجربوه. طبعا كان بان عليا ان انا مبسوطه جدا كمان وفرحانه. عايزه اقول لكم الجو كان تحفه في وسط المايه. عايزاكم تسيبولي في الكومنتات اسماعيليه مشهوره بايه غير السي فود، ايه احلى اكله فيها، والحلويات اللي معروفه بيها جدا ومحدش بيعملها غيرها. لايك بقى وشير وكومنت لو عجبك الفيديو.